شوف مع بعض اول حاجه هنا هو هتلاقي لعيب البنك الاهلي وصل للكره ولعبها. بص على يد لعيب نادي الزمالك، هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب البنك الاهلي، وهنا طبعا استخدام اليد موجود، ولعيب الزمالك بيستخدم اليد في وش لعيب البنك الاهلي. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا خطا على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض كده، هتلاقي اللاعب عامل التحام بكتفه مع لعيب البنك الاهلي، وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب البنك الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه استخدام باليد مع لاعب الزمالك، وبعد كده فيه كمان التحام بالقدم، وهنا برضو الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب البنك الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بركبه اللاعب في ركبه لعيب الزمالك، وهنا برضو الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب البنك الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب عامل التحام بقوه في قدم لعيب الزمالك، هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا قرار الحكم برضو قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا لعيب البنك الاهلي كان بيطلب بمخالفه، الكره دي ما اتعادتش وما اتحسبتش مخالفه، لكن من بعيد كده هيبان ان لعيب نادي الزمالك عامل التحام بالقدم مع لعيب البنك الاهلي، وطبعا هنا قرار خطا من الحكم ان ما يحسبش مخالفه. حتى لو ساب اتاحه فرصه كان لازم يدي لعيب الزمالك انذار في اللعبه دي، لان هنا لعيب الزمالك ما لعبش على الكره. نروح للحاله اللي بعديها، والحاله دي مهمه جدا. هنا لعيب الزمالك كان بيطلب ضربه جزاء. شوف مع بعض كده، هتلاقي لعيب البنك الاهلي اليد مكبره حجم الجسم والكره جايه في اليد. اي حد ممكن يقول لك ان هنا الكره هي اللي نازله على يد لعيب البنك الاهلي. الكره نازله على اليد او مش نازله، الكره جايه من مسافه بعيده، يعني كان لعيب البنك الاهلي يقدر يلم اليد. فطبعا هنا كان لازم الفار يتدخل في اللعبه ديت، لان هنا لو الفار اتدخل وجاب الحكم يشوف اللقطه دي كان ممكن يحسب ضربه جزاء. نروح للحاله اللي بعديها، هنا لعيب النادي البنك الاهلي كان بيطلب بمخالفه. شوف مع بعض هتلاقي اللاعب وصل للكوره، وبعد كده لعيب الزمالك عمل معاه التحام زي ما احنا مش شايفين مع بعض. هنا الحكم ما حسبش حاجه وقرار الحكم قرار خطا. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب البنك الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب الزمالك، هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هتلاقي اللاعب داخل بقوه على قدم لعيب البنك الاهلي، هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، طبعا برضو قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها والاخيره، وهي ضربه الجزاء اللي اتحسبت لفريق البنك الاهلي. شوف مع بعض اول حاجه هنا هو هتلاقي لعيب البنك الاهلي وصل للكره ولعبها. بص على يد لعيب نادي الزمالك، هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب البنك الاهلي، وهنا طبعا استخدام اليد موجود، ولعيب الزمالك بيستخدم اليد في وش لعيب البنك الاهلي. هنا الحكم ما حسبش حاجه في اللعبه ديت او ما شافهاش. بعد مراجعه الفار ليه وجاب الحكم يشوفها، رجع حسب ضربه الجزاء، وطبعا هنا قرار الحكم قرار صحيح. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه نادي الزمالك وفريق البنك الاهلي.